فجأة بنشوف ان في رجالة عصابة ماسكين شاب بيضربوه، بيحاولوا يسلكوه من الزعيم بتاعهم، ولكن الشاب ده بيثبت انه وحش عنيف، بيفضل يضرب فيهم واحد ورا التاني وفين وجعك لحد ما بيقدروا انهم يكتفوه في النهاية. في الوقت ده بنت صغيرة بتنادي على كريشنا اللي بيظهر بالسيجارة بتاعته بيرعبهم، وبيقدر يولع سيجارة من السيخ اللي بيتحدف عليه بعجوبة، وبيظهر لهم قوته الحقيقية. بيخمس مع اخوه في السيجارة والاتنين بيلقنوا الاعداء درسا في غاية القسوة. كريشنا بيضرب بالبوكس بيخليهم صابون لوكس. انجي اخوه بيمسك عياش بيكون عاوز يضربه، فكريشنا بيقول له سيبه ده ابن سيدنا. انجي بيقول له انت مش عارف هو عمل ايه، ولما كريشنا بيساله طيب هو عمل ايه، انجي مش بيرضى يكمل كلامه ويقول له اللي حصل عشان ما يفضحش صديقته فارلو وحبيبه اخوه. وعشان نعرف ايه اللي وصل الابطال دول هنا بنرجع للماضي وبنشوف ام طيبه وهي قاعده قدام النار بتسوي الاكل لابنها. فجاه بيجي ولد بتفتكره ابنها لكنها بتتفاجئ ان ولد غريب، بيقول لها انا جعان، فبيصعب عليها وبتدي له اكل، بتعرف ان اسمه كريشنا. وفي الوقت ده بيدخل ابنها الحقيقي انجي بيستغرب من الولد ده وبيكح، فكريشنا بيساعده. وانا الام بتقول لابنها اعتبر كريشنا اخوك من النهارده. بتمر الايام وكريشنا بيعمل كرسي خشب جميل لامه، وواضح ان الام حبت ولادها وهم كمان حبوا بعض. بنروح بعدها للراجل الضلالي الشرير وهو بيدي قروض للناس وبياخد منهم فوائد كبيره جدا. في الوقت ده الترابيزه بتبوظ فبيجي كريشنا يصلحها، واثناء ما هو بيصلحها بيشوف بنت الراجل الضلالي قاعده بعيد فبيعجب بيها. بعد ما صلحوا الترابيزه طلبوا من الراجل الضلالي فلوس، فقال لهم امشوا من هنا، الفلوس هبقى اقسمها من الفوائد بتاعه القرض اللي على امكم. وهنا بتيجي بنت الراجل الضلالي وبتدي فلوس لانجي، بيعرفها على اخوه كريشنا وبيقول له ان اسمها فارلو. وفي يوم من الايام الولاد عرفوا ان امهم ماتت فطلعوا جري عليها، حزنوا عليها جدا وما كانوش مصدقين انها خلاص سابتهم. ولكن هنا بيظهر الراجل الضلالي بيقول لانجي امك ماتت وكانت راهنه الكوخ ده مقابل القرض بتاعها، يلا شيلوها من هنا بسرعه عشان ناخد الكوخ. ورغم ان انجي ترجاه يسيبهم لحد ما يدفنوا امه الا ان الراجل الضلالي رفض. كريشنا شعر بالغضب وقال له ما فيش حد هيقرب لامي ولا الكوخنا. قبل ما الخناقه تبدا بيجي راجل كباره محترم بيسال الراجل الضلالي عن اللي حصل فبيحكي له. فالراجل الطيب بيقول له خلاص يا ملك القروض فلوسك عندي، ابعت لي المستندات وخد فوائد القرض. وفي يوم من الايام الراجل المحترم زعيم البلده بيطلب من كريشنا واخوه يجوا يتغدوا معاهم، وهنا بنشوف ان ولاد الزعيم حسوا بالغيره من كريشنا واخوه. بعدها بكام يوم كريشنا بيكون مستني فارلو تيجي عشان يعترف لها بحبه، ولكن لما بتيجي بيكون لسه هيديها هديه، فبتظهر عربيه الزعيم وهي طايره في الجو. كريشنا بيروح يشوف في ايه فبيلاقي في ناس كتير جايين يهجموا على الزعيم، فبيقف زي الاسد عشان يدافع عن الزعيم اللي سدد القرض بتاع امه. بتمر السنين وكريشنا بيكبر وبيعرف ان في ناس خطفوا ابن عمه عشان ما دفعش الفلوس اللي عليه، فبيطلب من صاحبه سيجاره وولعه، ولكن صاحبه بيقول له ما فيش ولعه يا صاحبي، وكريشنا بيرد انه هيولعها من المعركه خلاص. كريشنا بيروح للمكان اللي بيعذبوا فيه ابن عمه. جعفر بيقول لكريشنا ما تتدخلش يا كريشنا في الموضوع، ولكن كريشنا بيقول له انت تعديت على ابن عمي واعتبر نفسك في اعداد الموت خلاص. وبالفعل بتبدا المعركه، كريشنا بيمسك العصابه وبيبدا عجن فيهم واحد ورا التاني، والديوك بتطير في الجو ومش مصدقه نفسها. وبحركه بهلوانيه كاريزماتكس كريشنا بيولع السيجاره بتاعته من شبكه حديد طايره في الجو، وبنشوف ان كريشنا قوي جدا وقادر انه يحطم كل خصومه وهو محافظ على السيجاره ببقه زي ما هي. كريشنا بيحذر جعفر بعد ما لقنه درس قوي جدا، بيقول له اياك اشوفك بتتعرض لاي حد من البلده بتاعتي كلها مش من قرايبي بس. وبعد كده بنشوف كريشنا واخوه انجي وابن عمهم وهم بيدوها حبه راس زي الفل، طقوس هنديه تيلوجيه حاجه كده من ايام عمر اكبر انتوني. بتخلص الاغنيه المتينه والسيد الزعيم بيشكر كريشنا، واولاد الزعيم بيشعروا بالحقد لان ابوهم بيحبه اكتر منهم. تاني يوم بنشوف ان ابن عم كريشنا معجب ببنت زعيم البلده اللي جنبهم، واللي المساعد بتاعه يبقى جعفر اللي خطفه. كريشنا بيجيله هو انجي وبيسالهم بتعملوا ايه هنا، يلا خلصوا اموركم واطلعوا على شغلكم. وابن عمهم بيقول هو ليه كريشنا مش بيفهم في الحب وكل اللي بيعرفه هو انه يخلص على الناس بس، ولكن انجي بيقول له كريشنا راجل رومانسي كبير جدا. ونشوف بعدها الرومانس الكبير وكل البنات بتحبه وكل البنات حلوين، ومجرد نظره واحده فقط بيخليهم كلهم دايبين في غرامه. واحده بتحاول تشده ولكن كريشنا الوفي لحبيبته بيقول لها استغفر الله. بنشوف بعدها ستات هم قاعدين وبتساءلوا يا ترى كريشنا الشاب القوي جدا بيحب مين، هل في بنت في الهند هتقدر توقعه؟ وبالفعل كريشنا بيروح عند سور بيت حبيبته يبص عليها لكنه مش بيلاقيها. بتمر الايام وبيكون يوم فرح انجي اخو كريشنا، بيجي الزعيم اللي ربى انجي وكريشنا والاخير بيرحب بيه وبيستقبله. بعد كده النور بيقطع فجاه وفي بنت هنديه جميله بتنزل من العربيه، واول ما بتقرب شويه النور بيجي عشان نشوف كريشنا اللي البلد كلها بتخاف منه وهو واقع لشوشته في حب البنت الهنديه الجميله. وطبعا البنت دي هي فارلو اللي بتروح تبارك لانجي وبتنقطه كمان، وكل ده وكريشنا واقف بيبص لها وهو مش مصدق نفسه ان حبيبته جت الفرح. بتستمر احتفالات فرح انجي، فبيجي حفتر الراجل الضلالي بيقول لهم صوت الاغاني عاليه جدا اسكتوا شويه، فبيقف له كريشنا بيقول له انت مش عاوز الفرحه
تدخل بيتنا يا راجل يا ضلال انت ولا ايه؟ امشي من هنا بدل ما اعمل معاك سليمه. وبالفعل الراجل بيخاف من كريشنا الوحش المدمر وبيمشي. انجي بيقول له انت ازاي تعمل كده مع حماك المستقبلي يا كريشنا؟ ولكن كريشنا بيقول له مش مهم حماية، انا عاوز افرح بيك واحنا مالناش غير بعض. تاني يوم كريشنا بيستنى ابو فارلو يخرج بالعربيه وبياخد اخوه يخلوه يروح يناديله على حبيبته. فارلو بتستغرب ازاي العريس خرج يوم صباحيته، ولما بتعرف ان ساب كريشنا بتزعله بتقول له ما ينفعش تعمل كده مع العريس يا كريشنا، وبتقفل الباب في وشه. بعدها انجي بيحكي لابوهم السيد اللي حصل وبيضحكوا على كريشنا. السيد بيقول لكريشنا انا هجوزك البنت يا ولدي، هاتها لي بس في يوم من الايام خلينا اشوفها. ولكن كريشنا بيقول له الاول لازم هي تفهم حبي ليها يابا. صحابه بيقولوا له المشكله الكبيره ان ابوها بيكرهك يا كريشنا، وهو بيرد ما تقلقوش انا هخليه يوافق بطريقتي. على جانب تاني ولد بيروح لبيت فارلو بيقول لها الحقي في ناس بيضربوا ابوكي على اول البلده، ولما بتطلع بتكتشف ان دي خدعه كريشنا عاملها فيها عشان ترضى تركب مع العجله. فسحوا مع بعض عشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا، وبعدها بيتكلموا مع بعض وبيرقصوا حبه رقص زي الفل. بتمر الايام وبتيجي فارلو لكريشنا بتقول له انا محتاجه افهمك اكتر يا كريشنا، والخادمه بتاعتي نصحتني اني عشان اكتشفك لازم نروح للسينما مع بعض. كريشنا بيقول لها مش انا اللي ادخل السينما، انت عاوزه سمعتي تبوظ ولا ايه؟ ولما اتحلت عليه وافق وقال لها خلاص هستناكي بكره. لما جت له قال لها غيري اللبس بتاعك ده احنا مش رايحين سينما يا ماما، ولبسها لبس رجاله واخدها وشدها على السينما وهم متخافين. هناك اكتشفوا ان البلد كلها متخفيه ومش عايزين حد يعرفهم، واللي حصل ان كلهم عارفوا بعض واتضح ان البلده كلها دخلت تتفرج على افلام عادي. وكريشنا وفارلو كانوا بيضحكوا على الموقف. بيعدي اليوم وكريشنا بيوصل حبيبته على العجله لحد بيتها، وبنشوف ان الحب اشتغل ما بينهم وولع على الاخر. فارلو بتوري كريشنا صوره بتقول له انا عاوزه البس زي البنت اللي في الصوره دي، لاني بمجرد ما هتجوز مش هعرف البس كده تاني. ورغم انه بيرفض الاول الا انه بيوافق في النهايه. تاني يوم بياخدها المكان معزول وبيستنى لحد ما بتلبس، ولما بتخرج كريشنا مش بيكون مصدق نفسه ان حبيبته احلى من البنت اللي في الصور. بتمر الايام وكريشنا بياخد حبيبته عشان يوريها لابوه، وبيقول له انا جبت لك حبيبتي زي ما طلبت مني يا زعيم. ولكنهم بيتفاجئوا ان البنت دي الزعيم كان عاوز يجوزها لابنه الحقيقي. وكمان حفتر ابو البنت بيغضب جدا وبيقول لهم انتوا ازاي ماسكين بعض كده، انا هأدبك يا ولد. وبيبص للزعيم بيقول له اتكلم يا زعيم ادب الولد ده. الزعيم بيقول له احنا كنا عاوزين عرس بينا، وكريشنا راجل جدع وابني برضه، سيبه تجوز بنتك بدل ابن الحقيقي ومش هتلاقي حد يحافظ عليها زيه. ولكن حفتر بياخد بنته وبيروح على البيت. فارلو بتغضب وبتقرر تلم هدومها وتمشي من البيت، ولكن ابوها بيقول لها يا بنتي انت هتسيبيني وتروح على فين؟ انا عايش عشانك انت اصلا، هي الفايده اللي انا بجمعها من الناس دي بجمعها عشان مين؟ ما عشانك انت يا بنتي، لازم ابقى مليونير عشان انت كمان تتجوزي من مليونير. ولكن بنته مش بتعبره. حفتر بيخرج وبياخد كرسي مكسور يطلع عليه وبيعلق نفسه في مشناقه وبيقول لها لو خرجت من البيت اعتبريني ميت يا بنتي. وبالغلط الكرسي بيتكسر وحفتر بيتشعر في الجو بيسلم نمر كده. فارلو بقت وحيده حزينه على ابوها اللي ما كانش لها غيره. انجي ومراته بيروحوا يعزوا في ابوها، ومرات انجي بتقول لها ما تقلقيش اخويا كريشنا يحافظ عليكي وهيكون هو سندك. ولكن فارلو قالت لها ابويا قال لي اعتبريني ميت لو خرجت من البيت، وانا مش هخرج من البيت تاني عشان روحه تفضل معايا. على جانب تاني بنروح لجعفر وهو مع الزعيم بتاعه ومعاهم ضابط فاسد، كانوا بيخططوا مع بعض اللي يحصل ويعملوا ايه في كريشنا عشان ينتقموا منه. فظابط قال لزعيم البلده المجاوره ما تقلقش يا زعيم، نهايه كريشنا مستنياه في بيت ابوه سيد البلده، انت ما تعرفش اللي حاصل العام الماضي ولا ايه؟ بعد كده بنشوف عياش ابن الزعيم وهو راجع من السفر بيعدي على تاجر فجاه في سكته وبيقعد يتكلم معاه شويه، بعدها بيخلص عليه وبيرجع لبيته عند ابوه. عايش بيقول لابوه مش هتجوزني فارلو ولا يا بابا، ولكن ابوه بيقول له فارلو دي تبقى مرات كريشنا فاشله من دماغك. بيدخل المطبخ يجيب سكينه عشان يخلص بيها على ابوه، ولكن اخواته بيلحقوه بيقولوا له يا ابني انت اتجننت، عاوز تخلص على ابوك، روح للبنت اللي انت عاوزها واعمل فيها اللي انت عايزه. وبالفعل عياش المجنون بيروح لبيت فارلو وبيتهجم عليها، وبنشوف انه عمل معاها حاجات مش تمام. بيخرج وهو مبسوط وسعيد وعامل دماغ، وفارلو بتحاول تعاقبه وتاخد حقها منه. في الوقت ده انجي صديق طفولتها واخو كريشنا بيشوفه وبيهجم عليه، الناس بيمسكوه بيقولوا له انت اتجننت بتهاجم ابن سيد، وابن سيد بيهرب وانجي بيفضل يطارده عشان يعاقبه على عملته اللي عملها. عياد بيهرب وبيفلت من انجي لحد ما بيوصل لاخواته ورجالته وبيخليهم يهاجموا انجي، ومع ذلك انجي مش بيسيب عياش وبيثبت انه وحش عنيف، يفضل يضرب فيهم واحد ورا التاني وفين يوجعك لحد ما بيقدروا انهم يكتفوه في النهايه. في الوقت ده بنت صغيره بتنادي على كريشنا اللي بيظهر بالسيجاره بتاعته بيرعبهم، وبيقدر يولع السيجاره من السيخ اللي بيتحدف عليه وبيظهر لهم قوته الحقيقيه. بيخمس مع خوف السيجاره والاتنين بيلقنوا الاعداء درسا في غايه القسوه. كريشنا بيضرب بالبوكس بيخليهم صابونه لوكس. انجي بيمسك عياش بيكون عاوز يضربه، فكريشنا بيقول له سيبه ده ابن سيدنا. انجي بيقول له انت مش عارف هو عامل ايه. كريشنا بيساله طيب هو عمل ايه، ولكن انجي مش بيرضى يكمل كلامه ويقول له اللي حصل عشان ما يفضحش صديقته فارلو وحبيبه اخوه. كريشنا بيقول لعياش انا هسيبك حي عشان انت ابن سيدنا والا كان زماني مخلص عليك. بتمر الايام
وفي يوم عياش المجنون بيقول لابوه انا بعت هديه مهمه جدا لكريشنا واخوه، انا متاكد انها تعجبهم. ونشوف ان الهديه دي نعشين بعتهم لكريشنا واخوه. ابو عياش بيقول لابنه ازاي تعمل كده وتبعت نعش لكريشنا، واولاده بيصروا على موقفهم انه لازم يبطل يحمي كريشنا. وفي الحقيقه كريشنا هو اللي بيحميه. اعزائي المشاهدين، عياش بيقول انه اتصل بمرتزقه عشان يجوا يخلصوا على كريشنا، ولما بيجوا يعرفوا ان المطلوب منهم يخلصوا عليه هو كريشنا بيترعبوا بيخافوا بيقولوا له لا كريشنا ده بطل وحش جسور محدش يقدر يلمسه، وبيسيبوا ابن السيد وبيمشوا. وابوهم بيضحك عليهم بيقول لهم قلت لكم كريشنا بطل محدش يقدر يخلص عليه. انجي بياخد النعشين وبيروح لكريشنا وبيحكي له اللي حصل، ولكنهم بياخدوا الموضوع بضحك وهزار وبيدوها حبه راس زي الفل. وبنشوفهم تاني يوم عاملين النعش مراجيح ونايمين عليه وبيتكلموا مع بعض. بتيجي مرات انجي وبتقومهم من على النعش وبتقول لهم احرقوهم عشان كده فالوحش، وده اللي بيحصل وبياخدوا النعش يحرقوه. بتمر الايام وفارلو حابسه نفسها في البيت وكريشنا بيراقبها من بعيد لبعيد، وكل ده وهو ما يعرفش اللي عياش عملوا فيها. وفي يوم بيروح يتكلم معاها لكنها بتطرده من البيت، فبيزعل منها وبيسيبها وبيمشي. وذات يوم بنشوف ان حبيبه ابن عم كريشنا بتتجوز من شخص هي مش بتحبه، ولما بتحاول تقول لابوها انها مش عاوزه الشخص ده بيمسكها من رقبتها وبيهددها وبيقول لها انت وقعتي في حب العدو وجبت لي العار، كلمه كمان وهخلص عليكي. وبيتوعد انه يخلص على كريشنا واخوه ابن عمهم. وبكده كريشنا بقى ليه اكتر من عدو. عزيزي المشاهد، زعيم البلده المجاوره بيروح لزعيم بلده كريشنا عشان يعرفوا اللي حصل، وكانت هتحصل معركه كبيره جدا بينهم، ولكن كريشنا بذكاء عمل خطه مع اخوه انجي وخطفوا حبيبه ابن عمهم وكمان هربوا مع بعض، وبكده كسروا عين زعيم البلده المجاوره وبياخدوا البنت وبتتجوز ابن عمهم بنجاح. وبعدين بيرقصوا مع بعض حبه رقص هندي زي الفل. فارلو وهي مروحه من الفرح عياش بيطاردها بعربيته وبيعكسها وبيفضل يستفزها ويقول لها كلام جارح عن اللي عملوا فيها. فارلو بتقرر تمشي ولكنها بترجع تاني بتمسك له الحديده وهو بيخاف وبيجيب ورا. عياش بيروح يتحالف مع والد البنت المخطوفه وبيبدا المهمه بانه يخلص على انجي اخو كريشنا. بيروحوا لانجي في السينما عشان يخلصوا عليه لكنه بيضربهم وبيهرب منهم، ولكن بره السينما عياش بينجح انه يطعنه اكتر من طعنه، ورغم كده انجي فضل واقف زي البطل وبيقاوم رغم ان جسمه بقى مصفى. طعنه ورا الثانيه انجي وقع على الارض رغم انه فضل يقاوم لاخر نفس. عياش قال له انا خلصت عليك اهو، كريشنا لسه ما جاش لحد دلوقتي، انت فين يا كريشنا ما تيجي انقذ اخوك. وهنا بيحصل فلاش باك وبنشوف انهم لما لقوا سيد في العربيه انجي هو اللي انقذ حياه عياش وشاله على ظهره عشان يلحقوا قبل ما يموت. رغم كده عياش فضل حاقد عليهم وبيكن لهم كل الكره والغضب، وكل ده انتهى بانه طعن انجي طعنه قويه جدا هتخلص عليه. عياش فضل يسخر من انجي وسابه مشى. في الوقت ده بيجي كريشنا وبيحاول يلحق اخوه، بياخده في الاسعاف عشان ينقذ حياته هو ابن عمه. انجي وهما في العربيه كان بيطلع في الروح بيوصي كريشنا على مراته وبنته، بيقول له مراتي وبنتي امانه في رقبتك يا اخويا، دم في رقبتك تجيب لي حق من الناس اللي حرموني بين بنتي ومراتي حبيبتي. انتهى حياه انجي وسط نظرات حسره من كريشنا. الاخير بيروح البيت وهو مع الفستان بتاع بنت كريشنا، بيكون لسه مش عارف يقول ايه لمراته وبنته. بيفضل واقف ساكت لحد ما اهل البلده بييجوا بجثمان اخوه، وده اللي بيصيب مرات انجي وبنته بالحسره والحزن. كريشنا واقف حزين مش عارف يتصرف ازاي ولا يقول لهم ايه، ولكنه من جواه عارف انه هيجيب حق اخوه مش هيسيب دمه على الارض. سيد البلده اللي رباهم بيجي عشان يعزي كريشنا ويستسمعه، ولكن كريشنا بياخده وبيرجعه للعربيه تاني في اشاره منه لان السلام ما بقاش خيار وسبق السيف العزل. كريشنا بيغسل اخوه وبيحضنه في الوداع الاخير وبياخدوه لمحرقه ومراته قلبها محروق عليه جدا. في الوقت ده بتكون فارلو واقفه قدام صوره ابوها بتكلمه بتقول له انجي ضحى بنفسه عشانها وهو اللي دافع عنها ضد عيش الظالم. بتقول له سامحني يا بابا انا اعتبرك مت خلاص وهخرج من المنزل. وبتخرج وبتروح لكريشنا وهو عند رماد اخوه وبتقول له انت لازم تجيب حق اخوك كريشنا. على جانب تاني السيد البلد بيقول لاولاده انتوا لازم تهربوا حالا مالا فعلا، هربوا قبل ما كريشنا يجي ويخلص عليكوا واحد ورا التاني. ولكن اولاده بيكونوا واثقين في نفسهم زياده بسبب التحالف اللي عملوه مع زعيم البلده المجاوره. والسيد بيقول لهم كريشنا ده عنده قوه 100 رجل ويقدر يهزم جيش لوحده، في الواقع هو اللي كان بيحميني مش انا اللي كنت بحميه. بنشوف كريشنا وهو ماسك السيف في ايده ورايح المهرجان عشان ياخد حق اخوه انجي. بيدخل المهرجان وعياش بيكون قاعد قدامه على العربيه وبتبدا المدعكه. عزيزي المشاهد كريشنا بالسيف بتاعه بيقدر يهاجمهم واحد ورا التاني وكلهم حواليه مرعوبين منه وكل واحد خايف على نفسه. كريشنا بيقطع اطراف وبيرمل نساء وبيتم اطفال وبيطير في الجو يضرب ضربات ناريه مدمره فتاكه. في الوقت ده رجال العدو بيحدفوا على التراب وبيعموه وكريشنا بيكون مش قادر يشوف اي حاجه، عمال يلوش وخلاص وبيتلقى طعنات وضربات كتيره جدا من جيش العدو. ورغم كده بيقدر انه يضربهم واحد ورا التاني وبرضه مش بيكون شايف حاجه. بينجح انه يضربهم بقوه السمع والاحساس وبيخلص على عدد كبير جدا من الرجاله. اللي بيجيله من ورا بيضربه واللي بيجيله بسلسله بيضربه برضه. ولكن رجاله العدو بيكتشفوا خدعه يقدروا يشتتوا بيها انتباه كريشنا، بيفضلوا يشخللوا بالشخاليل وكريشنا مش بيكون قادر يحدد مكانهم. وفي الوقت ده بيدخل عياش لارض
ارض المعركه، وبينتهز الفرصه وبكل جنون بيهاجم كريشنا ويخلص عليه، وجه له اكتر من طعنه لحد ما اسقطه ارضا. في الوقت ده كريشنا بيسمع صوت مرات اخوه في ودانه وهي بتقول له ما تسيبش حق اخوك يا كريشنا. وبعد كده في حاجز بيقع بيكسر قلل الميه بيوصل لحد كريشنا اللي بيبل المنديل بتاعه بالميه وبيمسح بيه وشه. وهنا بتظهر قوته الحقيقيه وانه وحش كاسر ما فيش حد يقدر يقف قصاده. بيمسك عياش يخلص عليه ويفتك به. في الوقت ده بيروح واحد لسيد بيقول له الحق يا زعيم كريشنا بيخلص على اولادك. كريشنا بيحط السيف على رقبه عياش بيقول له لولا انه اخويا انقذك زمان كنت قطعت راسك دلوقتي. اذهب يا عياش مش عاوز اشوف وشك. بيولع السيجاره المتينه بتاعته وبيرجع له تاني بيقول له هو انت فاكر اني كنت هسيب حق اخويا ولا ايه يا عياش؟ وبعدين بيخلص عليه وبيرسله الى الجحيم. بياخد اهل البلده كلهم بيروح لبيت السيد وبيقدم له نفسه عشان يخلص عليه زي ما خلص على ابنه. السيد بيحضنه وبعدين بيديله بالسكين طعنه واتنين. بيقول له انت بتخلص على اولادي ايها الكلب. كريشنا بيطلع السكين من بطنه واهل البلده كانوا عاوزين يهجموا على السيد عشان يخلصوا عليه، ولكن كريشنا قال لهم تمام يا رجاله ما فيش مشكله، ده ابويا يعمل فيه اللي هو عايزه براحته. الراجل ده رباني وخيره عليا ومش هسمح لحد انه يخلص عليه او يمسه باي سوء. السيد بيدخل البيت وهو خايف وكريشنا بيقعد على شوله الغله وبتجيله حبيبته فارلو تطمن عليه وهي حزينه جدا لانها كده تخسر حبيبها زي ما خسرت ابوها وصديق طفولتها. كريشنا قال لها انت طلبتي مني زمان ان حياتي ما تنتهيش وانا مش هسمح ان حياتي تنتهي دلوقتي، تتجوزيني يا فارلو. وبكده بتكون دي نهايه الفيلم. بنشوف بعدها في تتر النهايه كريشنا راكب مكنه صيني وراه مراته فارلو وبيجري وراهم ابنه انجي اللي خلفه وسماه على اسم اخوه. يا سلام، اما فيلم عبره صحيح. ولحد هنا بنتهي الملخص الهندي. لو حابين افلام هندي تانية الخصها لكم يا ريت تشاركوني بيها في قناه التعليقات، ولو عجبكم الملخص دوسوا لايك واشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.